مساء الخير مشاهدينا، اهلا بيكم معانا النهارده في حلقه جديده على الهواء مباشره ومباشر من مصر. النهارده هنقرا مع بعض مجموعه من الاخبار في بدايه حلقتنا، ثم سننتقل الى فقرتنا التاليه. فقرتنا هتكون فقره اقتصاديه، او خليني اتكلم على المشروعات عامه التنمويه، توجيهات السيد الرئيس بدعم من القطاع المصرفي لتمويل المشروعات الصغيره ومتناهيه الصغر للشباب، ايضا تخفيض قيمه الفايده الى 5%. للمره الثانيه يمكن في اقل من شهر بيطالب الرئيس عبد الفتاح السيسي القطاع المصرفي بالوقوف الى جانب الشباب، بايضا الوقوف والقيام بدورهم الوطني المعهود في الوقوف الى جانب وجوار الدوله بشكل عام، اقتصاد الدوله، ايضا الى جذب مزيد من الاستثمار. خلينا نتوقف عند الجزئيه الاهم، وهو ان دور القطاع المصرفي التعاون مع الدوله في تمويل كثير من المشروعات اللي بتحتاجها في الوقت الحالي للتنميه الشامله والمستدامه، او بتقديم يد العون ليس لكبار رجال الاعمال كما تعودنا او الكيانات الاقتصاديه الكبرى، ولكن دعم الشباب اللي لديهم كثير من الافكار طموحه، خليني اقول الافكار البناءه اللي ممكن انها ترفع بالفعل اقتصاد اي دوله، خصوصا ان عندنا تجارب كثيره في شرق اسيا، سنغافوره، الصين، كلها تجارب واعده وتجارب بتؤكد ان اقتصاديات الدول الكبرى بتقوم بالفعل على هذه المشروعات. النهارده هيكون عندنا كثير من التساؤلات في القطاع المصرفي وهذا الدور تحديدا، بالاضافه ايضا الى ادوار اخرى، اسئله كثيره اعتقد انها هيكون ليها كثير من الاجابات ان شاء الله. اللي ضيفنا باذن الله هيكون معانا في الفقره التاليه هو الاستاذ محمد الاتربي، رئيس مجلس اداره بنك مصر. خلينا نقرا مع بعض سريعا اخبارنا قبل ما ننتقل لفقرتنا التاليه. معايا النهارده اول خبر، الرئيس عبد الفتاح السيسي بيجتمع بوزير الكهرباء لاستعراض مفاوضات الروس حول مشروع الطاقه النوويه في الضبعه. النهارده الرئيس عبد الفتاح السيسي التقى مع دكتور محمد شاكر المرقبي وزير الكهرباء والطاقه المتجدده. السفير علاء يوسف المتحدث الرسمي باسم رئاسه الجمهوريه صرح بان وزير الكهرباء استعرض خلال الاجتماع اخر تطورات المفاوضات الجارية مع الجانب الروسي حول تفاصيل العقد النهائي لمشروع محطة الطاقة النووية في الضبعة. أوضح أيضا الوزير أنه يتم حاليا مناقشة البنود الفنية والمالية الخاصة بالمشروع مع الجانب الروسي بشكل تفصيلي، مع مراعاة تطبيق أعلى معايير الأمن والسلامة. استعرض أيضا الوزير خلال الاجتماع عدد من المشروعات اللي أنجزتها الوزارة في إطار الخطة العاجلة لتوفير الكهرباء وضمان انتظام التغذية الكهربائية خلال فصل الصيف المقبل. أشار أيضا الوزير أن جهود الوزارة تتواصل لتدشين مشروعات لإنتاج الكهرباء اعتمادا على الطاقة المتجددة بهدف تنويع مصادر الطاقة، وأيضا إنشاء عدد من محطات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح خلال الفترة القادمة. خليني أنتقل إلى خبر آخر. أيضا رئيس الوزراء بيلتقي بحاكم دبي، بيؤكد عرض برنامج الحكومة على البرلمان قريبا. المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء التقى اليوم مع صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة ورئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وذلك على هامش مشاركة رئيس الوزراء في الدورة الرابعة للقمة العالمية للحكومات المنعقدة حاليا بدبي. حضر اللقاء من الجانب المصري وزراء التخطيط، الاستثمار، التعاون الدولي والتعليم العالي. وخلال اللقاء نقل المهندس شريف اسماعيل تحيات الرئيس عبد الفتاح السيسي الى صاحب السمو، قدم له الشكر على مشاركته في مؤتمر شرم الشيخ لدعم وتنميه الاقتصاد المصري اللي كان في مارس 2015، وافتتاح ايضا قناه السويس في اغسطس 2015. وأعرب عن تقديره لما تقوم به دولة الإمارات من دعم متواصل لمصر في مواجهة كافة التحديات. معي أيضا خبر آخر ومن جريدة الأهرام.
الفريق أول صدقي صبحي بيلتقي مع رئيس الأركان الإماراتي. الفريق أول صدقي صبحي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي التقى مع الفريق ركن حمد محمد ثان الرميثي رئيس أركان القوات المسلحة لدولة الإمارات العربية المتحدة، والوفد المرافق له اللي بيزور مصر حاليا. وتناول اللقاء الحقيقة مجموعة كبيرة من الموضوعات كانت ليها اهتمام مشترك، وده طبعا في ضوء علاقات شراكة متواصلة وتعاون بين البلدين في العديد من المجالات، لا سيما في المجال العسكري، مكافحة الإرهاب، استعادة الأمن والاستقرار بمنطقة الشرق الأوسط. وأكد القائد العام حرص القوات المسلحة على أهمية تعزيز مجالات التعاون ودعم ركائز العمل العربي المشترك لمواجهة التحديات الراهنة اللي بتهدد شعوب المنطقة، مؤكدة طبعا قوة ومتانة العلاقات الاستراتيجية المصرية الإماراتية. هنروح مع بعض لجريدة الشروق. جريدة الشروق في هناك خبر بيقول أوباما بقمة الحكومات التوتر بالشرق الأوسط سببه عدم قدرة الدول على تحقيق تطلعات الشعوب. افتتحت القمة العالمية للحكومة بدبي أعمالها بكلمة متلفزة للرئيس الأمريكي باراك أوباما، أكد خلالها أهمية الحفاظ على حقوق الإنسان، لافتا إلى أن ما يحدث في الشرق الأوسط أن الحكومات لم تستطع أن تحقق تطلعات شعوبها، وده سبب عدم الاستقرار والتوتر في المنطقة وفقا لما جاء في كلمة الرئيس الأمريكي. أضاف أيضا أنه عندما استضافت أمريكا مجلس التعاون مع الخليج تحدثنا عن أهمية الاستقرار من خلال الحوكمة الرشيدة. الإمارات بتقدم مثال كبير على هذه الخدمات من خلال تقديم الطاقة النظيفة، تشجيع المقاولين على الاستثمار في مختلف القطاعات. أكد أوباما أيضا أن تحقيق النمو الاقتصادي العالمي يجب أن يكون مرافق له الالتزام بالشفافية وحقوق الإنسان، العدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية، لافتا إلى أن الدستور الأمريكي بدأ بكلمة بسيطة وهي نحن الشعب، مضيفا أن الحكومات يجب أن تتعلم من بعضها ويجب أن تدركوا في المنطقة على أهمية مشاركة المواطنين، ويمكنكم أن تعتمدوا على الولايات المتحدة كشريك. ده كده الخبر الخاص بكلمة الرئيس الأمريكي. هروح مرة تانية لجريدة الشروق، معايا خبر تاني أيضا. الخبر ده من الأخبار أيضا الهامة جدا، ودعم الإسكان مع المشروعات يمكن اللي احنا تابعناها وتابعنا افتتاحها منذ يومين تقريبا. السيسي بيخصص مليار جنيه من تحيا مصر لدعم الإسكان. محمد عشماوي رئيس تنفيذي لصندوق تحيا مصر قال انه تفاجأ بقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بتخصيص مليار جنيه من الصندوق لدعم مشروعات وزارة الإسكان خلال افتتاحه ل 34 مشروع خدمي في السادس من أكتوبر وعدد من المناطق الأخرى. علق عشماوي على قرار السيسي في مداخلة أيضا هاتفية يعني قدمها من خلال وسيلة من وسائل الإعلان، قال فيها إننا تحت أمر الرئيس في أي وقت وتحت أمر الدولة. طالب الرئيس التنفيذي لتحيا مصر المحافظين والمستثمرين في كل المحافظات بأن يتحملوا واجبهم تجاه محافظاتهم وبناء وحدات سكنية لأهالي محافظاتهم، وخاصة المستثمرين ببناء وحدات للعمال لديهم لتخفيف العبء عن الدولة. الرئيس عبد الفتاح السيسي قال انه خصص مليار جنيه لدعم مشروعات وزارة الإسكان، وده طبعا زي ما قلنا سلفا في خلال افتتاحه ل 34 مشروع. طيب خليني اروح مرة تانية للخارجية الأمريكية. وكيل الخارجية الأمريكية لشؤون الديمقراطية وحقوق الإنسان بيزور القومي للمرأة. استقبلت الدكتورة مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة النهاردة الدكتورة سارة وكيل الخارجية الأمريكية لشؤون الأمن المدني والديمقراطية وحقوق الإنسان ووفد من السفارة الأمريكية بالقاهرة للتعرف على جهود المجلس أنشطته المختلفة في مجال تمكين المرأة اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا، وبحث أيضا سبل التعاون بين
الطرفين. أكدت مايا مرسي أن القيادة السياسية الحالية بمصر لديها رغبة قوية للنهوض بالمرأة وتمكينها على أعلى مستوى، مشيرة إلى أن الرئيس يضع قضية المرأة وتنميتها في مقدمة أولوياته. الحقيقة احنا كمان يمكن معانا خبر خاص بتدشين حملة أخلاقنا برعاية وزير الشباب والرياضة. طيب أنا معايا النهارده الأستاذ وائل السمري على الهاتف. الو، من جريدة اليوم السابع. مساء الخير أستاذ وائل. مساء الخير يا فندم، انا عادل السنوري يا فندم. عادل السنوري، عفوا. ايوه معلش. أستاذ عادل مدير تحرير اليوم السابع، اهلا بحضرتك. طيب. يا فندم اهلا بحضرتك يا فندم. طيب استاذ عادل، خليني في البدايه بس، انا كان في خبر مهم قوي يمكن جالنا عاجل من اليوم السابع، استقاله المستشار سري صيام من مجلس النواب. ايوه بالظبط. حسب ما اتنشر النهارده انه تم المستشار سري صيام من المجلس، وفي تصريح لينا انه قال انه مش هنتحدث على اسباب الاستقاله دلوقتي، وانه طوى يعني هو مش هيشير الى اي اسباب من اسباب الاستقاله خالص يا استاذ عادل؟ هو بالتاكيد هيثير الاسباب، بس مش دلوقتي، مش في هذا التوقيت تحديدا، لانه بيقول ان انا طويت هذه الصفحه، واعتقد انه اكيد انه عنده اسبابه الخاصه، وربما انها تتعلق بطبيعه الاداء في المجلس وطبيعه طرح القضايا وما ظهر في اللجان، وخاصه اللي كان في مجال اعداد اللائحه. فاعتقد انه عنده اسبابه الخاصه. واضح ان احنا اتصلنا بحضرتك في وقت صعب. معلش كان عندنا اجتماع بتنهج. لا خلاص، طب براحتك يعني، خليك لا انا معاك. فاعتقد انه هيكون عنده اسبابه الخاصه اللي هو هيعلنها، الخاصه باعداد هو اكيد يعني بالتاكيد هو الاستقاله لازم هتكون استقاله ليها اسبابها، لانه يعني المستشار سري صيام من المعينين. بالتاكيد، ما انا بقول لحضرتك، فبالتالي اكيد لازم يكون في اسباب واسباب واحده. هتعمل رده فعل قويه جدا، لانه طبعا المستشار سري صيام راجل قامه يعني، واعتقد انه كمان راجل جاي من سلك القضاء، فبالتاكيد يعني انها تبقى يعني استقاله لها يعني تاثيراتها وتداعياتها على المجلس النواب، وخاصه انه الراجل كان له ملحوظات خلال الفتره اللي فاتت حوالين الاداء داخل المجلس، وحوالين اداره الجلسات اللي كان له ملحوظات عليها من رئيس البرلمان. فبالتالي انا اعتقد ان كل ده يعني هو هيقولوا في حيثيات الاستقاله خلال الفتره القليله القادمه، رغم انه يعني اشار انه مش هيتحدث فيها ابدا، ولكن انا اعتقد انه لازم يتحدث عنها، لانه دي طبعا اعتقد أكيد. مهم جدا انه في شخصيه بقيمه المستشار سري صيام لازم يتحدث عنها. وبعدين دي اعتقد يا استاذ عادل انها يعني مسؤوليه، يعني خصوصا انه من الشخصيات المعينه ايضا، فمسؤوليه امام الشعب ومسؤوليه امام الرئيس ايضا. اعتقد بص يا فندم، يعني اعتقد انه المستشار سري صيام لازم يعني حيثيات الاستقاله علشان نتعلم ماذا دار، يعني هل دي كانت استقاله موضوعيه، هناك اسباب موضوعيه ام انها اسباب خاصه به. فاعتقد انه المستشار سري صيام لديه اسبابه الموضوعيه اللي دفعته الى هذه الاستقاله. يمكن احنا ممكن نفسرها ونجتهد زي ما بقول لحضرتك كده، كلها اجتهادات في الاول وفي الاخر. اعتراضاته على اعتراضاته على طريقه الاداء، طريقه الاداره، ما يحدث داخل اللجان، وكان اخرها في مساله اعداد اللائحه اللي هيشتغل بيها البرلمان في الفتره القادمه. كل ده اعتقد انه ربما تكون اسباب موضوعيه تقف خلف استقاله المستشار سري صيام، ولكن دعينا نقول انه بالتاكيد هتحصل اتصالات خلال الساعات القليله القادمه أكيد مع لتوضيح الصوره، لانه اعتقد انه يعني اعتقد وجود المستشار سري صيام في مجلس النواب مهم جدا. هو اضافه بالتاكيد، اضافه قويه جدا. احنا محتاجين قامات قانونيه، قامات اقتصاديه داخل المجلس، لانه المرحله القادمه محتاجه تشريعات كثيره جدا، سواء في الجانب القضائي او الجانب الاقتصادي. فوجود امثال المستشار سري صيام دول بيبقى وجودهم مهم جدا
في هذه المناقشات حتى تخرج أستاذ عادل بشكل لائق. تمام أستاذ عادل، خلينا نقفز على نقطة تانية سريعا. أنا عايزة برضو أبارك لكم لأنه النهاردة بدأت تدشين حملة أخلاقنا بقيادة الدكتور علي جمعة، الداعية الإسلامي دكتور عمرو خالد. بصراحة يعني العدد النهارده دي شراكة مع اليوم السابع يا فندم. بالظبط، بيشكل اليوم السابع الرعاية العالمية مع تحت رعاية وزارة الشباب والرياضة. يعني أنا أعتقد إنه إن وجود العدد النهارده من الشخصيات العامة والرموز الدينية والرموز الثقافية ده كان بيدل على إنه واضح إن هناك حرص على تكون هناك مبادرة تعيد إحياء الأخلاق المصرية الأصيلة مرة أخرى، ومنظومة القيم اللي كان دايما يتميز بها الشعب المصري ودفعها بشكل إيجابي. يعني أنا أعتقد إنه كان تواجد هذا العدد، كان فيه فنانين ورياضيين وأعداد كبير جدا، كان بيدل إنه واضح إن الجميع حريص على هذه المبادرة، إزاي نعيد مرة أخرى بمبادرات فعالة وبأنشطة مستمرة وبمحاولة يعني دمج بعض مثل هذه القيم في المناهج الدراسية زي ما كان بيحصل زمان لإحياء قيم الحب والتسامح والرحمة اللي احنا كنا يعني الشعب المصري دائما متميز بها، وانه دائما على فكرة يظهرها في وقت الشدة. يعني فبالتالي احنا عايزينها تعود مرة أخرى إلى سلوك دائم في أنشطة كتير إن شاء الله هتتم، ويعني انه في يعني حماس وفي استعداد قوي جدا من وزارة الشباب والرياضة والمهندس خالد عبد العزيز ومن كل الفئات اللي في المجتمع والجمعيات المجتمع المدني انها تنهض تقف وراء هذه المبادرة. انا بشكر حضرتك جدا، شكرا جزيلا الاستاذ عادل السنهوري مدير تحرير اليوم السابع. الخبر التالي عن تقرير الطب الشرعي النهائي بواقعة مقتل الشاب الإيطالي، والخبر بيتكلم عن لم يتعرض لاعتداء، وسبب الوفاة الرئيسي كسر بالجمجمة ونزيف، والجثة خالية من أي طلقات نارية وبها أثار تعذيب. لكن خليني كمان أروح لخبر يمكن برضو ده من الأخبار المهمة. وزير الصحة الدكتور عماد الدين راضي وزير الصحة والسكان أكد أن البعوضة التي تنقل فيروس زيكا موجودة في محافظتي المنيا وأسيوط، مشددا على أن الوزارة تقوم بحملة قوية للقضاء على هذه البعوضة في أماكنها عن طريق الطب الوقائي بالوزارة. معي الآن على الهاتف الدكتور خالد مجاهد المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة. دكتور خالد، مساء الخير يا فندم. مساء الخير يا فندم. يا ريت حضرتك تطمنا اكتر، لان واضح ان الموضوع الفيروس يمكن اخذ كثير من يعني الاحاديث الجانبيه، وكانت في تصريحات على لسان وزاره الصحه للاسف اثارت استياء البعض. لا يا فندم، هو بس خليني اوضح اتفضل المواطنين من خلال حضرتك ان مصر خاليه تماما من فيروس زيكا. ده مبدئيا، وهذه البعوضه غير مستوطنه بمصر. في خصوص تصريحات السيد الوزير، البعوضه دي عشان اوضح للناس بس، البعوضه دي بتسبب يعني امراض كثيره او فيروسات كثيره، مش زيكا بس. يعني هي بتسبب مثلا حمى الدنج اللي كانت موجوده عندنا في اسيوط من حوالي 3 شهور وديروت. هذه البعوضه متواجده منذ فتره طويله على الحدود ما بين المنيا واسيوط، وده مش معناه بيتم طبعا مكافحتها بشكل كبير من قطاع الطب الوقائي بوزاره الصحه، وده ادى الى ان كثافتها قلت جدا، لكن ده مش معناه ان احنا عندنا فيروس زيكا لسبب بسيط. لان البعوضه دي خليني اقول لحضرتك اوضح ازاي الفيروس زيكا بينتقل. بعوضه بتلدغ مواطن مصاب وتلدغ اخر سليم، فتنتقل العدوى من المصاب الى السليم. تمام. انا اصلا ما عنديش المصاب في مصر الحمد لله، يعني ما عنديش مصدر العدوى. فبالتالي انا الحمد لله مصر خاليه من فيروس. بس هي مالهاش علاقه بموضوع المياه ملوثه او مياه نظيفه؟ لا اطلاقا يا فندم، هذا التصريح هي دي اللي انا كنت بسال فيها يا استاذ يا دكتور خالد، لان دي اللي مواقع التواصل الاجتماعي كلها انتشر من خلالها. لا انا سبق ونفيت هذا وان مصر خاليه من هذا الفيروس. لا انا نفيت هذا التصريح الصبح، انا ما قلتش الكلام ده خالص على لساني في احد القنوات الفضائيه الصبح، احد وسائل الاعلام، وقلت ما فيش يا فندم. ده احنا بنقول انه من ضمن المجهودات اللي بتقوم بها الوزاره او بتناشد فيها هي تغطيه المصارف والمياه وخزانات المياه حتى لا تكون جو خصب لنمو اليرقات. دي نقطه مهمه. اخيرا بس يا دكتور خالد، يعني عملتوا ايه في موضوع الرمد في طنطا الاطفال؟ رمض طنطا احنا يعني يمكن انا بكلم حضرتك واحنا مع تم حقنهم بالظبط.
احنا مع السيد وزير الصحه الان في محافظه الغربيه، وكان السيد الوزير بيطمئن على حالاتهم في مستشفى الرمد الجامعي. وامر الحقيقه من حوالي ربع ساعه بنقل المرضى الى مستشفى دار الشفاء في القاهره. الحقيقه هم كانوا بيتم علاجهم من قبل اساتذه كليه طب جامعه طنطا، هيروحوا للقاهره برضه يتم علاجهم من قبل فريق طبي من اساتذه جامعه القاهره وجامعه عين شمس، وطبعا على نفقه الدوله. واذا استدعى حالاتهم الى السفر للخارج سيتم سفرهم للعلاج بالخارج ايضا على نفقه الدوله. تمام. ده من جانب. الجانب الاخر فيما يخص التقرير الفني اللي عرض على السيد الوزير امس، وضح ان الماده المستخدمه لم تكون معقمه التعقيم الكافي وطريقه الاستخدام كانت خاطئه، فبالتالي تم احاله من قبل السيد الوزير احال الاطباء السيد مدير المستشفى والاطباء اللي اجروا الحقن والطبيب اللي ساهم في دخول الماده الى المستشفى الى النيابه العامه. تمام. انا بشكرك جدا، شكرا جزيلا دكتور خالد مجاهد المتحدث الرسمي باسم وزاره الصحه. واخر خبر معايا معلومات مجلس الوزراء اطلاق تطبيق عبر الموبايل قريبا لرصد مشاكل المواطنين. المهندس حسام الجمل رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء قال ان البلاد في حاجه الى تشريع لحريه تداول المعلومات، موضحا ان هناك قوانين قدمها وزير الاتصالات للمستشار مجدي العجاتي وزير الشؤون القانونيه ومجلس النواب حول تنظيم تداول المعلومات لعرضها على مجلس النواب. كما لفت الى ان لقائه مع ايضا النائبه انيسه حسونه تناول عدد من الملفات. اشار في مؤتمر صحفي وده كان في مقر المركز اليوم ان التعاون مع مجلس النواب سيكون من اجل خدمه مصر، مؤكدا على دور المركز في توصيل ومساعدة مجلس النواب في أي معلومات يريدها. وأوضح أيضا أن المركز يعمل على عقد ورش عمل يحضرها النواب للتعرف على إمكانيات النواب للتنسيق حول مشروعات الهامة، ودي يمكن من الحاجات أيضا المهمة الصراحة في الوقت الحالي. ويمكن أيضا تقرير الطب الشرعي ده كان برضه من النقاط المهمة اللي كانت محتاجة كثير من التوضيح. أتمنى أن احنا نقدر نتواصل مع أي من المتحدث الرسمي باسم الطب الشرعي، لأن كانت في بالفعل مفاجأة، ويمكن دي اللي عايزين نأكد عليها. يمكن وأنا بكلم دكتور مجدي مجاهد واحنا خالد مجاهد عفوا بنتكلم على الأخبار اللي ممكن يتم تداولها عبر السوشيال ميديا مواقع التواصل الاجتماعي، وللأسف بتبقى معلومات وأخبار فيها نسبة كبيرة جدا من الشائعات، معلومات يمكن أغلبها أو عدد كبير منها تكون مغلوطة بتثير الرأي العام، زي الخبر اللي كان خاص بفيروس زيكا لما اتقال انه وزارة الصحة بتقول ان الفيروس ده مش موجود عندنا علشان هو بيجي بس على المياه النظيفة. فطبعا كان خبر مستفز جدا وللأسف تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي. نفاه دكتور خالد مجاهد ان الكلام ده ما طلعش من وزارة الصحة. نفس السيناريو بيتكرر مع ايضا مقتل الشاب الايطالي. اصبحت فيه كثير من الاجتهادات يعني ادت الى استياء الراي العام بشكل كبير. طيب يمكن اعتقد كده ان احنا اخبارنا اغلبها انتهى، والان نحن في انتظار فقرتنا التاليه، وان شاء الله اللي هيكون فيها معايا الزميل الاستاذ مجدي دربالة هيشاركني الحوار مع الاستاذ محمد الاتريبي رئيس مجلس اداره بنك